الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. عاجل. شاهد لحظة اعتقال الحكم السوداني محمود إسماعيل الذي أدار مباراة المغرب وجنوب إفريقيا بعد وصوله إلى مطار كنشاسة، والأجهزة الأمنية وشرطة تكتشف شيء خطير، ورئيس الكاف والاتحاد الأفريقي يقرر ويقول ممكن إعادة المباراة. شاهد ماذا حدث، ولكن قبل البدء استحلفك بالله العلي العزيز أن تضغط إعجاب لهذا الفيديو وتعطر فمك بالصلاة على رسولنا الكريم. بعد أن أثار الحكم السوداني محمود إسماعيل الجدل في مباراة المنتخب المغربي وجنوب إفريقيا في ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية، فقد نقلت شبكة أفريكا سبورت ورواد التواصل الاجتماعي في المغرب والجزائر ومصر منذ قليل أن السلطات الكونغولية اعتقلت الحكم محمود إسماعيل لحظة وصوله إلى مطار كنشاسة بالعاصمة الكونغولية. وأضاف المصدر أن الحكم السوداني كان بحوزته $1,000,000. وأكدت السلطات الكونغولية إنه تم احتجاز الحكم محمود إسماعيل والتحفظ على هذا المبلغ الكبير وعرضه على نيابة الأموال العامة في الكونغو. وأكد المصدر أن الحكم السوداني أكد أن هذا المبلغ أخذه مكافأة من رئيس الكاف في جنوب إفريقيا، وليس له أي علاقة بمباراة المغرب والكونغو. من ناحية أخرى، أعلنت شبكة أفريكا سبورت إن مندوب الكاف في أفريقيا أعلن غضبه بشدة بسبب الرشوة التي تلقاها الحكم السوداني من رئيس الكاف بجنوب أفريقيا من أجل تسهيل مهمة جنوب أفريقيا أمام المنتخب المغربي. وأكد المصدر إن إدارة الكاف وجهت بيان للجامعة الملكية المغربية هذا الصباح تستنكر فيه بشدة ما حدث من جانب الحكم السوداني محمود إسماعيل، وتبدي اعتذارها الشديد من المنتخب المغربي بسبب هذه الفضيحة التحكيمية، وأنباء عن اجتماع في هذه الأثناء مع لقجع قد ينتهي بإعلان إعادة هذه المباراة. وفي النهاية أعزائي المشاهدين، شاركونا برأيكم حول هذا الموضوع في التعليقات، ولا تنسوا الإعجاب بهذا الفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم جديدنا. شكرا لكم.